السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض فيديو جديد، وهنعمل أطباق الموز بالكريمة ببواقي الكيك. يعني لو احنا عندنا كيك بقى بايت بقاله يومين، الولاد مش عايزين ياكلوه، مش عارفة ايه، هنعمل بيه الأطباق التحفة جدا دي، اللي هو أطباق الكيك بالموز، أو بيسموها أطباق البنانة. طعمها تحفة جدا وبسيطة يعني واقتصادية. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتها ونشوف هنحتاج ايه. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك لو أول مرة تشوفوا القناة. أول حاجة خالص، معايا طبعا زي ما أنا قلت ده كيك باقي من امبارح، بواقي كيك يعني. ومعايا موز، تمام. ومعايا شربات تقيل اللي هو بتاع الكنافة التقيل، او سيرب تقيل، تمام. ومعايا صوص شوكولاتة، او بشتريه جاهز اللي هو الجيل الشوكولاتة الجاهز، او ممكن ان احنا نجيب شوكولاتة مثلا ونسيحها ونحط لها نص كوباية لبن او حاجة وندوبها فيها بحتة زبدة، هتديني صوص الشوكولاتة. وكمان معايا حوالي ربع كيلو من الكريمة الخام، وعليها 6 معالق من السكر، تمام. يبقى المكونات كيكة، تمام، ومعايا موز، وكمان معايا شوكولاتة او صوص شوكولاتة، ومعايا شربات تقيل او سيرب، ومعايا ربع كيلو من الكريمة الخام، تمام. وضربت كده. اول حاجة عملتها ان انا حطيت الكريمة وحطيت عليها السكر طبعا بيكون حسب الرغبة، بس ربع كيلو نقول هياخد حوالي نص كوباية سكر لو عايزينها مسكرة، ربع لو عايزينها مظبوط، تمام. وهنضرب الكريمة مع بعض، وبوريكم الاطباق اللي انا جبتها، الاطباق اللي هي الفويل الجاهزة اللي بنشتريها من عند مستلزمات الحلواني، او الاطباق اللي بتبقى موجودة في البيت اللي هي الازاز، او اي اطباق موجودة عندك مش هتقول لا. اي طبق موجود في البيت مش هقول لا. بقطعها شرايح زي ما احنا شايفين كده. انا كنت مجهزة طبعا الصفة اللي انتوا شايفينها دي، طبعا كانت جاهزة عشان وقت الفيديو، وبوريكم ان انا بعملها. بقطعها شرايح كده وبملى، بحطها في الاطباق، وبملى الفراغات كده بقطع. ولو بقى شوية كده يعني متفرفتين كده، يعني بفركهم كده كويس، وبحطهم في الطبق برضو من تحت زي ما انتم شايفين كده. شويه اللي هم متفرفطين، مش هنرمي اي حاجه، يعني مش هنقول الشويه دول اتفرفتوا كده مش هنرميهم، اهو زي ما انتم شايفين كده بحطهم في الطبق من تحت، مش هيقولوا لا، بل بالعكس يمكن طعمهم بيبقى احلى من اللي هي القطعه اللي هي بحالها دي، تمام. بعد كده طبعا اهو ده طبعا بجيب الاطباق كده وارصها كالعاده. للي متابع الفيديوهات، مع ان في ناس كتير مش متابعين، رميساء تقريبا معايا في معظم الفيديوهات، لانها بتحب المطبخ زي ما انا قلت. والفيديو اللي قبل كده اللي نزل قبل ده هي اللي كانت عامله الكريم كراميل الجاهز. والمره دي كمان هي واقفه معايا في المطبخ اهو بتساعدني، لانها بتحب المطبخ جدا. واما بعمل حاجه جديده، او مثلا بعمل حلويات، خصوصا الحلويات، الطبيخ ممكن تطنش، لكن لو بعمل حلويات او حاجه لا، هي واقفه معايا. ده طبعا الشربات اللي هو التقيل، يعني مش تقيل قوي، يعني هو وسط كده، يعني ولا خفيف قوي زي بتاع البسبوسة، ولا تقيل زي بتاع الكنافة، هو وسط يعني، تمام. بعد كده بجيب فرشة كده او معلقة لو مفيش فرشة، واحاول اسقسق كده، او ارش كده على الكيكة عشان اسقسقها كده بالسيرب، عشان يبقى طعمها غني كده وحلوة. وبعد كده طبعا خلصت كل الاطباق وسقيتها الشربات. ابتدي بعد كده كل طبق بياخد موزة، لاني بقسم الموزة من النص زي ما احنا شايفين كده، وبحطها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط بالاتجاه اللي هما يبقوا جنب بعض كده، اللي هو تاخد على شكل نص دايرة، او على شكل نص قمر يعني، تمام. بتاخد شكل الهلال،
يعني بقسمها نصين وبقلب الموز عشان ياخد شكل الهلال بالظبط. تمام. بحط بقى بملى الأطباق كلها، في كل طبق بياخد موزة واحدة. يعني لو هنعمل 10 أطباق عايزين 10 موزات، لو هنعمل 20 طبق تمام. لو مثلا الكيكة اللي عندي تعمل 20 طبق، المفروض يكون متوفر عندي 20 صبع موز. مثلا هيعمل 10 أطباق يبقى عندي 10 صوابع موز، لأن كل طبق بياخد صابع موز. بقسمه من النص، وزي ما قلت زي ما احنا شايفين كده بحطه على شكل هلال، أو على شكل نص دايرة. كده المرحلة دي خلصت. يبقى أول مرحلة حطينا الكيكة، تاني مرحلة سقيناها الشربات، تالت مرحلة حطينا فوقها الموز، ورابع مرحلة هنجيب صوص الشوكولاتة. أنا كنت بحط بالمعلقة بس استصعبتها ففضيته في الكيس كده بتاع الحلواني، في كيس تلاجة أقصد، كيس تلاجة كده، وخرمته وابتديت إن أنا احط فوق الموز. يعني بحط الشوكولاتة مش في كله، مش في كل الطبق، بحط الشوكولاتة فوق الموز بس. تمام. اكيد واضح عندنا يعني. وبعد كده طبعا الكريمة اللي انا كنت خفقتها بحطها في كيس حلواني ببلبلة كده اللي هي الوردة، او اي بلبلة موجودة عندك بس تكون صغيرة يعني. وببتدي اعمل وردات داير ما يدور الطبق. يعني الموز بيبقى في النص، حط عليه صوص الشوكولاتة، وبعد كده داير ما يدور الطبق زي ما احنا شايفين كده بحط الكريمة. كده انا خلصت كل الاطباق اللي موجودة عندي. تمام. اخر مرحلة انا كان عندي جيلو فراولة وجيلو مانجا، او صوص فراولة وصوص مانجا جاهز. كان عندي شويات كده محطوطين في التلاجة. لو ما عندكيش عادي يعني ممكن تسيبيها على المرحلة دي، مفيش مشاكل. ممكن تحط عليها شوية جوز الهند، مفيش مشاكل. تحط عليها شوية لوز، شوية فستق. بس انا طبعا كان عندي جيلو الفراولة، فابتديت احط كده يعني بطريقة عشوائية فوق الكريمة كده وفوق الشوكولاتة، عشان تدي شكل عشوائي كده، وكمان يديني طعم. يعني الكريمة ما تبقاش كريمة فانيليا بس، تبقى طعم الفراولة معاها، ويبقى الطبق غني جدا. الطبق ده قنبلة بمعنى كلمة قنبلة. اي نعم هو مش قنبلة الرز بلبن والفواكه وكده، بس هو فعلا لما تاكليه تلاقيه غني جدا، مشبع بطريقة رهيبة. طبعا اللي عاملين دايت ما يجوش يم الطبق ده. يعني اللي عاملين دايت اوعى حد يجي يم الطبق ده خالص. بعد كده جبت شوية برضو من الجيلو اللي هو المانجا وحطيته. ده شكل الأطباق بعد ما خلصت. تحفة جدا، شكلها مغري جدا جدا. طعمها مفيش أغنى من كده. تحفة. قنبلة بمعنى كلمة قنبلة. تمام. طبقة كيك فوقها، طبقة حاطين عليها سيرب أو شربات. بعد كده واخدة طبقة موز، بعد كده طبقة شوكولاتة، بعد كده الكريمة داير ما يدور، وكمان عليها صوص فراولة، وفي أطباق بصوص المانجا. ولو احنا عايزين نحط نوتيلا نسيحها كده ونحط نوتيلا. لو احنا عايزين مثلا نحط جرنش زي الفستق والكاجو واللوز والحاجات دي مش هتقول لأ. لو مفيش خالص ممكن نجيب الفورماسيل او السبرينكل ونحط على الاطباق. شكلها تحفة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بحبكم في الله. وعايزة ان شاء الله كده اشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. ما تنسوش تجربوا الطبق ده، وان شاء الله تجربوه وتدعولي. هو طبق قنبلة من الاخر، ومشبع جدا جدا. لو هتاكليه مثلا لو انتي سهرانة بالليل، الولاد مش عارفة ايه في الشتاء ده بتبقى عايزة حاجة مشبعة، حاجة تدفي. ممكن تعملي. وعندك بواقي كيك، وعندك موز مثلا باقي في التلاجة. ممكن مش لازم تعملي الاطباق دي كلها، لان انا اما بعمل الاطباق دي كلها ببقى في غرض. مثلا بودي لوالدتي، بودي حماتي، بودي مثل خالتي كده، بناكل كده يعني بيجي لنا زيارات كتير وبيجي لنا ناس كتير. لكن انتي مثلا لو عندك مثلا قطعتين كيكه باقيين وعندك كام صباع موز وشويه شوكولاته، هتعملي منه الطبق ده. شايفين؟ تاكلي كده تجيبي من تحت كده اللي هو
الكيك اللي شارب شوكولاتة بالموز وتاكلي تحفة جدا.